السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ مع قناة محرر بنوتات مع نانو. معاكم النهاردة ان شاء الله هنعمل بوك ده، بوك جميل وسهل مع البطانة. هنحتاج بواقي خيوط، معانا قماش بطانة، ومعانا البوري عشان يقف البوك، وسوستة، وإبرة رقم 3. تمام، يلا نبدأ الشغل. يلا هنبدأ بقى الدايرة السحرية على الايد. بسم الله، نلفها كده، ناخد الخيط من تحت، ونطلع ب3 سلاسل. تمام، يعني هناخد 16 عمود جوه الدايرة السحرية من غير السلسلة. 3 سلاسل مش هحتسبهم عمود. تمام كده، اول عمود، تاني عمود، تالت عمود. باخد الخيط على الابرة، الف الخيط واطلع من حلقتين، بعد حلقتين. تمام، هعمل 16 عمود جوه الدايره السحريه. خلصت 16 وارجع لكم. خلصت 16 عمود جوه الدايره. هسحب الخيط ده كده عشان اثبت الشوك، ناخده ورا تحت الشوك. انا لو هقفل عادي او هكمل الساده، هعمل في راس اول العمود بدخل منزلقه. تمام، لكن هنا لا، انا هغير اللون. هيبقى هعمل كده تاني كده، ادخل في اول راس عمود برضو، بس هجيب اللون اللي هشتغل بيه اللي بعده. نفترض ان احنا هنشتغل بده. هعمل اسحب الخيط كده معايا اهي، واطلع بيها منزلقه. قبل ما نكمل هقص الخيط بس كده، واربطه عشان الشغل يثبت معايا. تمام، وهنضف الخيط معايا الاول والتاني. هطلع بايه يا ايمان؟ هطلع ب3 سلاسل ارتفاع. انا هنا السطر التاني عاوزه اعمل غرزه بف. انا الاول عملت عمود، بعد كده هعمل غرزه بف، اللي هي بقى الف الخيط نفس المكان اللي انا طلعت بيه بالسلاسل، واسيب الخيط كله على الابره. اعمل واحد تاني كده كله على الابره، اخد التاني، تالت، ب3 عواميد، كل الخيط لسه على الابره، واطلع منهم كلهم مره واحده، واقفل بسلسله، واعمل سلسله تانية. تمام، هعمل واحده تانية معاكم نفس الغرزه اللي وراها بالظبط. ادخل الابره، اطلع بالخيط، اسيبه على الابره، وايدي هنا شد على الخيط عشان ما يرخيش. اطلع تاني عمود كله على الابره، تالت مره، تبقى غرزه بف ب3 عواميد، واسحب الخيط واطلع منهم كلهم، واقفل بسلسله، واطلع بسلسله تانية. تمام، اعمل واحده كمان. هلف الخيط على الابره، ادخل في الغرزه اللي وراها مباشره، واطلع بالخيط كله كده، ايدي ثابته، ايدي اليمين اللي ماسكه الابره على الخيط عشان يبقى مشدود. ادخل تاني واطلع كده 2، ادخل اخد الخيط على الابره، ادخل تاني 3 عواميد بكام سلسله، 1 2 3 4 5 6 7. تمام، عشان انا مطلعتش خالص. قفلنا بسلسله وطلعنا بسلسله. هكمل 16 غرزه بف وارجع لكم. خلصت يا بنات ال 16 غرزه بف على 16 غرزه عمود. تمام، هنا برضو عايزين نقفل السطر، هنغير اللون يبقى زي السطر اللي فات بالظبط. بص، فقفلت في راس غرزه البف، راس غرزه البف. تمام، هناخد الخيط الجديد واسحبه منزلقه، اشد الخيطين مع بعض واربطهم نفس الرابطه اللي فاتت عشان الشغل يثبت ونشتغل كويس. تمام، انا نضفت الاول، وهنضف التانيين دول معايا.
بطلع برضو 3 سلاسل ارتفاع. هنا عاوزين نعمل ايه؟ هنعمل غرزة كلاستر. دي ازاي بقى؟ احنا ارتفعنا ال3 سلاسل، هطلع الخيط على الابرة، هدخل في الفراغ اللي بين الغرزتين. فاكرين السلسلة اللي طلعنا بيها؟ هي دي غرزة كلاستر. بلف الخيط على الابرة، اطلع من 2 بس واسيب 2 على الابرة. تمام. اخد الخيط على الابرة، ادخل جوه الفراغ، اطلع بالخيط، اطلع من 2 على الابرة واسيب الحلقة. نفس الحكاية. تمام. اطلع من 2 يبقى فاضل 4 حلقات على الابرة. اطلع منهم كلهم واقفل بسلسلة واطلع بسلسلة. تمام. واحدة تانية. بصوا، هلف الخيط على الابرة، ادخل على الغرزة اللي جاية على طول في الفراغ. تمام. اطلع بالخيط، اطلع من 2 واسيب 2 على الابرة، الف الخيط مرة تانية، ادخل جوه الفراغ، اطلع بالابرة، اطلع من 2 واسيب الحلقة على الابرة. كده تكون معايا 3 حلقات. انا هعملها ب3 عواميد. ادخل على الف الخيط على الابرة، ادخل في الفراغ، اطلع من 2، هيبقى فاضل لي 4 حلقات، هاخدهم كلهم واقفل بسلسلة واطلع بسلسلة. تمام. هعمل 16 غرزة كلاستر. بس كده يا بنات، خلصنا 16 غرزة كلاستر. تمام. عاوزين نقفل الصف نفس الكلام زي السطر اللي فات. هندخل في راس غرزة كلاستر برضو زي الباف. احط الخيط على الابرة، اسحبه من الغرزة التانية، اشد الخيطين مع بعض. حفظناهم صح؟ نربط الخيط القديم مع الجديد. تمام. اهم حاجه ننضف الشغل معانا يا بنات عشان ايه ما نتعبش بعدين. نطلع ب3 سلاسل. هنعمل السطر ده مختلف، هنعمل عواميد عاديه خالص. تمام. اطلع في نفس المكان، هطلع بايه؟ بعمود عادي بلفتين. تمام. بلفه قصدي. هنا هنعمل ايه؟ احنا المفروض نتزايد عشان الدايره ترتاح. تمام. احنا طلعنا ب3 سلاسل عمود في نفس المكان. فاكرين الغرزة اللي قفلنا بيها الكلاستر السلسلة اهي، هندخل فيها نعمل ايه؟ عمود لفة. تمام. في السلسلة اللي في النص هنعمل فيها 2 عمود بلفة، 2 عمود بلفة بمثابة تزايد. تمام. الغرزة اللي بعدها في القفلة بتاعت الغرزة. تمام. في السلسلة اللي بنطلع بيها اهي، اللي بنقفل بيها الكلاستر، يبقى راس الغرزة نفسها والغرزة اللي بنقفل بيها كده عمود وعمود عادي خالص. بعدين الفراغ ده اللي هو السلسلة اللي طلعنا فيها 2 عمود بلفة بمثابة تزايد. تمام. ماشي حبايبي كده. ايه؟ هنكمل السطر للاخر، عمود عمود 2 عمود في الفراغ، عمود عمود 2 عمود في الفراغ. اكمل وارجع. خلصنا يا بنات اخر السطر. هنقفل بمنزلقه في راس اول عمود، ندخل كده، نطلع ونسحب الابره من الجنب. تمام. نطلع ب3 سلاسل، عمود في نفس المكان. هنا هنعمل تزايد ايه بقى؟ هنمشي 3 واحدة تزايد، 3 واحدة تزايد. تمام. 2 3 واحدة تزايد، يعني 2 في نفس المكان عشان نمشي التزايد الطبيعي. اللي وصلت لحد هنا يا بنات يا ريت اشتراك ولايك كده وتعليق حلو منكم عشان تدعمونا، بس نكبر القناة ان شاء الله بيكم، وتشوف كل جديد وتحمسونا ان احنا نطلع افكار ونبدأ مع بعض. تمام. هنكمل هنا السطر ده.
يعني واحده واحده، واحده تزايد لحد اخر السطر وارجع لكم. خلصنا السطر ده يا بنات، اللي هو غرزة عمود في كل غرزة، في كل غرزة قبلها وتزايد في يعني 3 واحدة تزايد. تمام. هنقفل السطر في راس اول عمود برضو عشان احنا عاملين سلاسل ارتفاع. السطر ده برضو مختلف، هنطلع بسلسلة. عايزين نعمل حشو بس في الخلفية، الضلع الخلفي للغرزة ندخل كده حشو، الضلع الخلفي ندخل الابرة ونطلع بالخيط حشو، ندخل الابرة ونطلع بالخيط حشو في الخلفية. تمام. هكمل السطر ده معاكم وارجع لكم. اخر غرزة يا بنات اهي في السطر، ندخل فيها ونطلع ايه حشو. اول بدأنا حشو في الخلفية، هنقفل فين هنا بقى؟ انا كنت طالعة منزلقة لما قفلت السطر اللي فات وارتفعت بسلسلة. تمام اهي واهي، هقفل في اول غرزة حشو. تمام. هعمل منزلقة، هرتفع بالسلسلة. تمام. هنا هعمل حاجة بقى ايه في المقابل، هنا مقابل الغرزة دي هعمل ايه، استنى اجيب خيط بس عشان ايه مش لاقيه الماركر. تمام. شايفين الغرزة المقابلة ليها اهي، دي كده اهي، اي مكان. المهم ان انا ايه اعرف انا نهايتي فين الدايرة اهي، نصها، النص تحت والنص فوق. انا حرفت مني بس لفوق شوية. تمام اهي النص بالظبط. تمام. طلع الماركر ده تاني كده، نعمل كده عشان اعرف نهاية السطر بتاعي هيبقى فين. تمام. برضو هلف ايه الشغل. تمام زي ما انا كنت ماشية، بس انا غيرت بس مكان النهاية عشان يبقى في النص بالظبط بتاع البق. هنا احنا مرتفعين بسلسلة حشو عادية خالص. ادخل اخد اسحب الخيط واطلع الف الخيط، يعني ادخل الغرزة اسحب الخيط بالابرة، يبقى 2 على الحلقة، على الابرة حلقتين، الف الخيط واطلع منهم كده غرزة حشو عادية خالص. تمام. خلاص السطر ده لحد فين بقى؟ لحد العلامة اللي انا خدتها اللي هي نص البق اهو. تمام اهي، اخلص السطر ده لحد العلامة دي وارجع له اهو يا بنات. وصلت لاخر العلامة اهي. تمام. اشيلها خلاص واعمل غرزة مكانها حشو برضه. اعمل ايه دلوقتي؟ ارتفع بسلسلة والف الشغل وارجع نفس المكان هنا تاني، اعمل سطر ايه يبقى في نفس الغرزة، اعمل حشو وراها حشو وراها حشو وهكذا لحد ايه، لحد ما تخلص دي كده 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 لحد هنا عشان اعمل العمق ده. يبقى هنا صفين حشو بعد الخلفية، صفين، والدايرة التانية صفين عشان لما نقفلهم مع بعض يعمل لنا العمق ده. نخلص السطر ده، هنجيب النص التاني ونجهز البطانة ونشوف هنعمل ايه الخطوة الجاية يا حبايبي. اخر غرزة هي يا بنات في السطر نعملها حشو، سلسلة تثبيت ونقص الخيط. انا عاوزاه اطول شوية عشان ايه نخيط بيه الطرفين، حتى مناسبة كده، ممكن بإبرة التنظيف او منزلقة هتمشي. تمام اهي. طيب دلوقتي هنعمل ايه؟ معانا البوري، احنا معانا الدايرة دي. انا جبت اللزق ده، اي لزق معاكي هيبقى كويس او شمع لزق. تمام. بس انا فيشة الكهرباء بعيدة عن التصوير، انا دول عملتهم بشمع لزق، هنا اللزق ده هينفع عادي مش مشكلة. هنعمل ايه يا ست الكل؟ معانا البوري، معانا الدايرة دي، عاوزين نقص ايه
قدها بالظبط، من غير العمق ده اللي هو 2 حشو اللي في الاخر، احنا عاوزين قد دي بس كده. خلي عينك ميزانك برضو في اي شيء. اهي عديتها مثلا كده بسيطة خالص اهي، بقلم الابرة اهي كده كده كده، حددها اهو، همسكها كده بصها كده ايه، قصينا واحدة، بص واحدة زيها بالظبط. تمام، هنعمل هنا ايه خطوة، انا قصيت من القماش 2 اكبر من الدايرة، وهقص 2 تاني قد الدايرة دي بالظبط. هنقص دي الاول، هنعمل ايه، نلزقها في القماش. تمام، حاجات خفيفة كده، حاجات بسيطة، ولو شمع اللزق يكون افضل عشان الميزانية طبعا كده. تمام، هنعمل ايه بقى هنا كده، فاهميني كده، شايفة دي كبيرة شوية، اي حاجة زيادة نشيلها كده في النص. تمام كده، بتنشف بس هنقص ايه الاتنين الصغيرين دول. ازاي بقى، اهو هنطبق القماش اهي، او هتخليها واحده واحده براحتك. هنحط الدايره اللي احنا قصينها بالبوري المظبوطه على الدايره بتاعتنا اهي، وهنقصها عليها بالظبط. التانية يبقى الناحيه التانية، ليه احنا ايه عندنا 2 للبوك. هنعمل حركه بس قبل ما نحط البطانه، الم الخيط ده الزوايد دي عشان ايه ما تطلعليش من الفراغات دي. تمام، شايفين الفراغات دي، الخيط ده هيطلع منها. طيب انا منضفاه بس برضو هيطلع مع الغسيل. خيط اهو، ناخد المقابل ليها اهي، الناحيه التانية اهي، دي هناخدها معانا في التنظيف. داخل هنا اهي، اخر غرزه حشو كانت اهي، باخد اول غرزه بس كلها بس عشان ايه الشغل يبقى كويس. ادخل تاني من هنا، عاوزه اثبت الشغل. تمام كده، دي اللي هي خط النهايه بتاعه من جوه عادي. ديك حريه الاختيار بقى ايه في التقفيل. ازاي بقى، ممكن اخد الغرزه كلها الحشو، غرزه جبل غرزه وتمام. وممكن يا ستي تعملي ايه زي ما انا عامله هناك كده، هاخد اهي، شايفينها الغرزه الخلفيه من الاول السطر ده الناحيه دي، والغرزه الخلفيه من الناحيه دي اهي. يا رب تكون واضحه بس معاكم، الخلفيه قصاد اهي الخلفيه
تمام. اطلع بالابره عادي اهي كمان عشان هي حشو وخط رفيع مش واضحه قوي اهي. الضلعين دي غرزه، الضلع والضلع من جوه، ودي ضلع وضلع من جوه. هاخد اللي من جوه قصاد اللي من جوه، واسيب اللي بره قصاد اللي بره عشان يعمل شكل. تمام. واضحه اهي. هاخد اللي من جوه قصاد اللي من جوه كده، من جوه تاني قصاد اللي من جوه، اعمل كده اهي. يبقى الضلع ده طالع من بره والضلع ده طالع من بره، عامل لي شكل جميل حلو. تمام كده ايه، قفلنا الشغل خلاص. المفروض ان انا اثبت الخيط واضيف تنظيف جوه بين الغرز. تمام بس كده. بص الحته الزياده دي، نيجي هنا لدور السوسته. في بنات كتير ايه تبقى السوسته هم بالنسبه لها. اقول لك على طريقه سهله. بصي، اولا بنستخدم الخط الشفاف يمشي مع كل الالوان وكل المقاسات. خط سميك، خط رفيع، يمشي مع الكل، او الالوان العاديه. تمام. هنعمل ايه عشان السوسته تطلع مظبوطه معانا؟ دي سوسته عاديه مش بالمتر. هنا الطرف بتاع السوسته ده هدخل مثلا، انا قايساها قبل كده اهو. انا ايه، بصوا كده الطرف بس. احط هنا الدبابيس الصغيره دي الابره، اثبتها الاول كاني خيطتها بس ايه بالدبابيس معايا. بص كمان ايه، امشي بالراحه، اخد الدوران، لان اللي مش بيظبط السوس. تمام، شايفه كانه مخيطه اهي. لقيتها مظبوطه معايا وتمام اهي. يبقى ايه، اتكل على الله وسمي بسم الله واشتغل على طول بالابره والخيط اهي. سمي بسم الله واشتغل بالخيط. لو لقيتها مش مظبوطه ارجع ايه، اعيد الدبابيس تاني بطريقه مناسبه تبقى كويسه اهي. خطوه خطوه. وادخل فين يا بنات؟ تحت الحشو. مش احنا اخر السطر عاملينه حشو؟ تحت غرزة الحشو. ليه؟ عشان الخيط ما يبانش. تمام. انا لسه مخليه الدبابيس على فكرة عشان ما تلخبطش معايا. سهلة وبسيطة. انا بس ايه بعملها بالتفصيل معلش عشان ايه البنات اللي ايه بتشكي من السوستة. بس خلصنا مكان اول دبوس مثلا نشيل الدبوس ده، ندخل كده. بصوا غرزة الحشو تحتيها تبقى مظبوطة وايه كده اهي. شيل الدبوس التاني ده اهي تحت غرزة الحشو، وامشي كده بانتظام لحد ايه ما اخلص. في حاجة مهمة لما اجي اخيط بره هنا معايا غرزة الحشو، انزل من نفس المكان تقريبا كده، حاجة بسيطة عشان ما يبقاش فيه مسافة كبيرة خلاص كده تمام. دي نوع حلوة اهي اهي. دي كده هتخلص تمام كده. ده ايه كده النهارده خلص يا بنات. واتمنى نستفاد بمعلومة. شير واشتراك، وعشان طبعا الفيديو يوصل لعدد كبير من البنات
والقناة تكبر بيكم. احنا دايما بنكبر بيكم على فكرة، فياريت دعم منكم، كبرونا ونكبر مع بعض ولتستفاد دعوة حلوة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آسفكم في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم.